المسجد الذي فيه قبر، إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا كراهة فيها. أما إذا كان القبر في داخل المسجد فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل، لكنها جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة. غاية الأمر أنهم قالوا يكره أن يكون القبر أمام المصلي لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، لكن إذا قصد بالصلاة أمام القبر تقديسه واحترامه كان ذلك حراما، ربما أدى إلى الشرك، فليكن القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره. من هذا نعرف أن المساجد التي في داخلها قبور الصلاة فيها صحيحة عند الأئمة الثلاثة، باطلة وحرام عند الإمام أحمد بن حنبل.